هتقول الكلام ده يا سياده النائب، برجو حضرتك لو سمحت نحترم رأي أي مواطن مصري. احنا مش قلت له يا فندم لو سمحت بلاش الألفاظ يا فندم. مش بنقول حرية الرأي. حرية الرأي ايه؟ مش الكلام كده. كلام كده. مش عرفنا انه كده. لو سمحت بعد إذن حضراتكم بقى لو سمحت يا النائب لو سمحت تدير الحوار هنا يا فندم لو سمحت بعد إذن حضرتك. أستاذة فاتن اتفضلي. أنا مش زعلانة، يعني خلي الشعب يعرف حقيقة من انتخبناهم. أخيرا أنا أوجه تحية طبعا لسيادة النائب علاء عبد المنعم وأقول له شكرا لك علشان أنت بتقول صوت كل مواطن مصري. شكرا لك علشان أنت بتقول صوت كل مواطن مصري وكل أسرة مصرية، وشكرا لك علشان انت حاسس بالشعب المصري. اما احداث العباسيه فهي المهندس فيها هم الاخوان المسلمين والحازمون من اجل السلطه. مهندس العباسيه هم الاخوان المسلمين، ونواب البرلمان شاركوا في هندسه وصناعه احداث العباسيه. طيب يا استاذه فاتن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصوتك وصل ورايك وصل يا فندم. معانا استاذه غاده، استاذه هدى من الجيزه. اتفضلي يا استاذه هدى. عشان تتكلم وتقول الكلمتين دول. السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. في تمثيليات في اعلام مصر دلوقتي. يا ريت النائب الاستاذ ممدوح اسماعيل يعني انا مش سامعه حضرتك يا استاذه هدى. يعني انا بقول يا ريت النائب ممدوح اسماعيل يسمع الناس بصدر رحب. كويس، الشعب اللي هو بيقول عليه قليل الادب او ما عندوش ادب، الشعب ده اللي ادالكم صوتهم. وعلى فكره احنا بنقول لكم شكرا انكم ظهرتم على حقيقتكم في وقت مناسب قبل ما نديلكم صوتنا، قبل ما نديلكم صوتنا. يا سياده النائب، هو احنا جايبين الناس يا استاذه يعني يا رب حد يتصل من طيار تاني، يعني انا مش عارفه مين يتصل. يا استاذ الفاضله والله العظيم احنا بنشكرهم جدا. ليه يا سياده النائب ليه المؤامره دي يا سياده النائب؟ ليه المؤامره؟ اسئله مخابراتيه امنيه ومؤامره واتصالات مفبركه. ليه يا سياده النائب؟ احنا نسمع بعض. معلش يا استاذه هدى، استاذه هدى معلش يا استاذه هدى خليكي معانا بس. احنا دي كلمه اسمع كنترول في اي قناه بيتصل يا جماعه لو سمحت. اللي هيتكلم ازاي وعارف اللي هيتكلم يقول ايه. لا اله الا الله. يا فندم هو حضرتك مش عضو مجلس شعب؟ انت ممكن تلاقي اللي مؤيد ليك وممكن تلاقي اللي معارض ليك، وحتى اللي ما انتخبكش وحتى اللي ما انتخبكش ممكن يكون متضايق من حاجه معينه بيقول لك عليها. والله العظيم ثلاثه، اقسم بالله العظيم ثلاثه ان التليفونات جايه لنا على الهواء مباشره وانا في حل من اليمين، لكن احنا التليفونات قدامنا واللي يتصل. اتفضل يا استاذ عبد الله. يعني الحقيقه احنا جينا النهارده هنا لان الراي العام قلق للغايه مما يحدث في العباسيه، وقلق على ما سوف يحدث غدا، ولديه تساؤلات جوهريه. وانا الحقيقه مستوى الحوار نزل كتير كده، وانا بعتذر لاي مشاهد في حضوري يكون قد اسيء اليه. انا تعودت اني بسمع هجوم عنيف ومتواتر من مشاهد، وتعودت بعد ان يغلق سماعته الا يهاجمه لانه لا يستطيع ان يدافع عن نفسه. فانا يعني اذا كنت موجود وحدث بحق اي حد نختلف نتفق في الراي معاه إهانة، أنا بصفة شخصية بعتذر له من قلبي، وده شعور مؤثر. رقم اثنين، نصيحتي يا فندم سيبنا كلمة يا فندم سيبنا كلمة يا فندم بس. ما اعتذرتش ليه لما انت يا فندم سيبنا كلمة يعني. يا فندم انا مش جاي اتخانق معاك. لا انا بقول لك يعني انا مش جاي اتخانق مع حضرتك. حاضر لما افتريت عليا يا سيدي حاضر. نصيحتي لسيادة الدائم ليس من أجله. لا عايز تنصحني تعالى. وهو محامي تعالى انصحني بيني وبينك يعني. وهو محامي. لما زارت من اجل التيار الاسلامي، وفي شخصيات ما تعرضتش في مره من المرات وانت بتتكلم مثلا اي حد ان حد من غير التيار الناصري حد اتصل بحضرتك وكلمك في مداخله على التليفون وهاجمك وقال لك انت كذا وكذا وكذا، يعني احنا في مناخ دلوقتي وعندما يغلق سماعاته وهو يتحدث عن الواقع انا لم اهاجمه بعدها لانه لا يستطيع ان يدافع عن نفسه. في تقاليد احنا نلتزم بيها. انا اظن صوره التيار الاسلامي تتراجع على هذا النحو. ويعني لما وانت بتتكلم على الصياد حتى الصياد بيقول لك الشعب ما بعرفش قليل الادب، انت قلتها ورجع الشريط. لا ما صح. هذا انت لا تقصده، انت لا تقصده. اسمعني بس اسمعني، انت لا تقصده، لكن هذا يسير التيار الاسلامي. انا لا اقصد الشعب المصري مطلقا، انا بتكلم على اللي بتتحدث، لان الكلام ده لا يجوز لا ادبا ولا اخلاقا سواء حتى يعني هي قله ايه يا فندم؟ معلش يا فندم، هي قله ايه استثار حضرتك بالشكل ده؟ يعني معلش هي قله ايه حضرتك استثارك كده؟ لم تعجبك.
انا مش وجهة تعودت نظر، اسمع بنتكلم عن وجهات وجهة نظر. طيب يا فندم، ما إحنا حضرتك بنتكلم عن ممكن ترد خبر عليا وتقول لي الإذاعة. ايوه يا سياده النائب علشان بس لا معلش اسماعيل ما تشوشيش عليا. استاذ عبد الله اسماعيل ما تشوشيش لا عليا. يا فندم، انا اسماعيل ما تشوشيش انا ما عليا. بشوش على حضرتك، دقيقة واحدة. انا دقيقة بسالك واحدة دلوقتي يا طيب. دقيقة فندم واحدة حضرتك. قالت لك ايه دقيقة واحدة المتصله حضرتك. الكريمه دقيقة واحدة حضرتك. بس ده السؤال. طب دقيقة واحدة احنا بنتكلم على حوار راقي حضرتك لما تيجي ونريد أن تناقشني نسمع فيما رأي بعض. اقول نعم. وتختلف معاه 100% انا لا ارد عليه. نعم. انما لما تجيب خبر مكذوب وتخش بيه على البرلمان انه بيناقشوا كذا في كلام لا يجوز مطلقا، خلاص، يبقى احنا عيب الكلام ده. يبقى حضرتك اسمعيني بس. بتكذب. والكلام معروف ان هو مكذوب وتدخل بيه طيب بغرض يبقى معين. حضرتك يبقى الكلام ده مش خلاف اسمعوني يا سياسي. جماعه، اسمعوني يا جماعه لا، مش معلش. خلاف سياسي. اسمعوني. يبقى يا سياده النائب حضرتك ترد عليها وتقول لها الكلام ده غلط. ارد على كلام خارج الادب. ايوه يا فندم. ارد على كلام خارج الادب. لا لا ما بقولش الكلام ده. في هذه الواقعة ارجوكم لو سمحت، لان مفيش حد سمع مننا ولا كلمه أنا في دلوقتي. هذه يا سياده النائب في هذه حضرتك نرد الواقعة عليها ونقول الكلام ده ما مضاجعة حصلش وخلاص. لا، في واقعة مضاجعة الوداع وهي انتشرت واثرت. وفعلاً انا اؤكد ده خبر انها كاذب. لم تطرح. انا استمعت الى شخصيات اسلاميه كثيره منهم يعني عصام ده كاذب العريان فعلاً، الموضوع نفى ده وكان كاذب. معاتب اللي فيه ناس تقول لم تحدث، يكفي ذلك تقول ان هذا لم يحدث صحيح. ولا توجد اوراق. كان يكفي ان تقول ذلك لاغلاق الملف دون طعن ده مش بسيادة رأي ربما سياسي تكون عشان هي وصلت إليها بتختلف معلومة معايا فيه. خاطئة. ده مش رأي سياسي، ده كلام خارج كان الحدود، يمكن. خارج الحلقة. أيوة. لما يجي واحد بكلام خارج الحلقة ويطرحه على الناس وكلام بيدخل البيوت، تستطيع عيب نقول الكلام ده. لا، دي قواعد قيم ومبادئ. لا، تنفيذ دي قواعد قيم ومبادئ. لما يجي كلام تستطيع أن كذب وخارج نطاق الأخلاق ما ينفعش. استاذ عبد الله ما ينفعش. السناوي، سياده النائب ممدوح اسماعيل، استاذ علاء عبد المنعم، بهدوء. احنا مش عايزين الموضوع يتصاعد اكتر من كده. احنا كنا بنحاول بس اذا كان في اي مداخله من اي متصل كريم قال اي خبر اي معلومه حتى لو كانت كاذبه، احنا دورنا هنا نقول لا ده ما حصلش يا جماعه.